السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش الأهلي وبيراميدز امبارح. فضيحة ماتش الأهلي وبيراميدز امبارح. فضيحة مش إن إحنا اتغلبنا يا جماعة، عادي كل فرقة بتتغلب. الفضيحة إن الأهلي ما لعبش كورة امبارح. يعني أسوأ مرة أشوف الأهلي في تاريخه في الملعب. أسوأ مدرب للأهلي في تاريخه في الملعب. يعني عجز كامل في الملعب كله. الملعب كله فيه عجز كامل. هنحلل إيه؟ مفيش حاجة نحللها في الورق اللي إحنا كاتبينه. عجز كامل في كل ارجاء الملعب. مفيش لعب، مفيش كوره، مفيش تنظيم، مفيش روح. مدرب واقف بره مش دارين بالدنيا، مستغرب هو كمان زينا، معرفش ولا ايه ماله. مش عارف. مش عارف. دفاع الاهلي مستباح. دفاع الاهلي مستباح. يعني هنتكلم بتحليل كوره ونتكلم بورقه وقلم. احنا عملنا فرصه واحده في الشوط الاول، العرضيه بتاعت زيزو من الناحيه اليمين جت لمحمد شريف اللي صدها احمد الشناوي، بس هو ده اللي احنا عملناه. هنتكلم في تحليل فني بقى وتحليل بقى وكام كوره وكام ركنيه وكام عرضيه. ما هو مفيش حاجه اصلا تتكلم عليها. مفيش حاجه تتكلم عليها. يعني في الورق قدامها لعب عشوائي. يعني انا كاتب في الورق في نص الشوط الاول كده اللعب عشوائي. احنا لعبنا كله عشوائي. فين روح اللعيبه؟ يعني حتى المدرب لو وحش يا جماعه معلش، يعني اشتروا مني بس الكلمتين دول. حتى المدرب لو وحش، فين روح اللعيبه في الملعب؟ فين روح اللعيبه في الملعب؟ ده احنا في التطفيش مش عارفين نطفش. ده محمد هاني في الشوط الثاني بيطفش كوره مش عارف يطفشها اصلا. طبعا الجونين لا يسأل عنهم الشناوي برضه عشان نتكلم يعني بمصداقيه شويه يعني، ونبقى صادقين مع نفسنا. الجونين لا يسأل عنهم الشناوي. يعني الجون الاول الكره خبطت في القايم، رجعت حطها كارتي دخلت. تغفيله، الدفاع متغفل. الدفاع متغفل. الجول التاني نفس القصة، اتعملت من اليمين للشمال، عرضية من الشمال راحت لقطة، قطة عملها بالعرض بالهيد، راحت للكارت بالهيد. خلاص، ما هو الكرة بالهيد في المنطقة دي يعني صعبة على حارس المرمى. وانت مالكش اي ردة فعل في الملعب. دي المشكلة. ولا بلس 90 ولا الاهلي لما كان بيجي فيه جون في الدقيقة 4 زي ما جه فينا جون امبارح في الدقيقة 4 كده. كان لما بيجي جون بدري فينا كده كنا بناكل النجيلة وبناكل الملعب. اللعيبة كانت بتاكل الملعب. والجمهور امبارح اقسم بالله عمل اللي عليه، اقسم بالله. جمهور رجالة والله العظيم. وطول الماتش العب بقى يا عم، خلي عندك دم. ومفيش لعب، مفيش اداء، مفيش كورة، مفيش اي حاجة. مفيش. فلو هنطلع نستنى ان احنا نحلل ورقه وقلم، مفيش تحليل ورقه وقلم. يعني مفيش اصلا. ما اتعملش جمل، ما اتعملش فرص، ما اتعملش اي حاجه. مفيش تصوير من بره المنطقه. طب انتوا لقيتوا الدنيا مضبشه كده معاكم، ما تشوطوا. الشويت فيكم يشوط. الشويت فيكم يشوط. ودي كوره، ودي اتنين، يمكن تيجي جون والنتيجه تتعدل ونخش الماتش التاني. لا، مفيش حد اصلا كمان عارف. يعني الفكره حتى يعني ككابتنة في الملعب مفيش حد شايل الدنيا ويساعد زميله ان هو يقومه من الحاله النفسيه الضايعه دي، ويقول له يلا يا حبيبي نلعب، يلا دوس يا حبيبي انت وهو. مفيش. الجهاز الفني طبعا قاعد. كابتن محمد يوسف ما بيتكلمش، كابتن مدحت نحاس ما بيتكلمش. قام يتكلم في اخر 10 دقايق ويزعق كده زعقتين كده وخلاص على كده وشكرا يعني. لحفظ ماء الوجه يعني، مش اكتر يعني. بس يعني هو عشان الجمهور كلمه ونادى عليه فهو قام ضرب الكلمتين دول وخلاص على كده. أسوأ ماتش شفته للأهلي في تاريخه. مش عشان اتغلبنا يا جماعة، والله ما عشان اتغلبنا. لأن ولا في كورة ولا في روح ولا في أي حاجة في الملعب تتقال. أنا مش عارف حتى أقول لكم إيه والله العظيم بجد. مفيش تحليل أصلا يتحلل دلوقتي. على العموم يعني هنشوف بقى. يعني الراجل ده هيمشي، خوسيه روبرتو ده هيمشي، ولا الإدارة هتعمل إيه؟ فترة التوقف الدولي اللي إحنا فيها دي، يعني الفترة دي المفروض يشوفوا هم يعملوا إيه، يحلوا بقى القصة بتاعتهم. يشدوا على اللعيبة دي شوية، يخصموا منهم فلوس بقى زي ما بيدون فلوس بالرز، يخصموا منهم فلوس. يعني نشوف بقى يعملوا إيه. يلا، سلام عليكم.